انت جبت اخرها فلوس مش دافع، طالما مش هطلق ورينا وانت ان شاء الله ما دفعت يا راجل يا بخيل. ده انتوا عالم بايه نتنا صاحبني على اللقمه كده عندكم. لا 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 انتوا اللي فضحتوا نفسكم بنفسكم. روحي يا شيخه، حسب الله ونعم الوكيل فيكم عشان انتوا مش متقين في ربنا في بنات الناس. وراحه تعالي كده قبل ما تمشي اقعدي استنى. ساعة اطلب منها كوبايه القهوه في الاخر اعملها لنفسي. ازاي العسل، تسلم ايدك يا ابو جوده. ايه يا ماجد؟ ايه يا غاده؟ ايه عملت افتكرت ماجد؟ عملتها لنفسي، بقالي ساعه بقول لك عايز قهوه. معلش كنت بذاكر للبت، معلش انت عارف امتحانها بكره. عامله ايه؟ مستواها كويس؟ اهي نص نص. ما بتاخدش دروس صح؟ ما انت هو انت بتدينا ناكل عشان تدينا بطمن بس، المفروض انت هو مهمتك دي تذاكري لها وتخلي بالك منها. ما انا بذاكر لها وبخلي بالي منها، بس كل العيال بتاخد دروس يا ماجد. انت يعني فتحتني الصراحه في الام مدرسه، انا اروح اجيب مدرسه ولا انا عندي مدرسه كلها؟ مدرسه ومدرسه. الام مدرسه. طب حتى المراجعات عادات شعبا طيبه الاخلاقي. طب حتى المراجعات. طيب ماشي، انت موجوده ربنا يخليكي ليهم. ما انا ضغوط كتير عليا كده. اروح اتجوز واحده ثانيه اجيبها تصرف على اذاكر لها؟ جوز واحده ثانيه يا اخويا. طب بس هات لنا اللحمه عشان العيد خلاص قرب. لحمه؟ لحمه ايه؟ العيد قرب. اعمل عيد الكبير. اعمل وانت طيب. خلاص فاضل عايزين بقى ايه العيال كده الهدوم البنطلون البت وصلها لحد هنا. هدوم مش لسه جايب لها انا في العيد الصغير؟ مش العيد الصغير لسه جايبه لها بنطلون والبت تاني جايبه لها بنطلون؟ ده العيد الصغير وماما هي اللي عطتني الفلوس وجبت لها. ما قلتلكيش مين اللي جاب؟ عشان كنت ساعتها غضبانه. مش عندها ما عندهاش. ده العيد الصغير كان جاي في الشتاء، احنا دلوقتي في صيف، فاحنا عايزين كسوه صيف. فانا هجيبها ومش هلبسها له، ما اخليها عشان العيد. ربنا يسهل. يبقى منها ايه كسوه صيف ومنها كسوه عيد. لما اقبض ده ربنا يسهل اخر الشهر ان شاء الله. ماجد نعم. العيال بقى لهم 3 4 سنين ما اجيب لك منين؟ اقطع نفسي. طب اجيب لك منين؟ انا بخبي عليكي معايا وبخبي. البت البادجي بقى عليها ستومك كده، مش بادجي عدل زي الناس. العيال بيتريقوا عليها، العيال نفسيتهم بقت في الارض. ده انا حتى القهوه بحط عليها بن عشان تطلع خفيفه. انا حتى هدومي دي سلفها من اختي. عايزه ايه يعني في الاخر دلوقتي؟ عايزه اهي. ما معيش فلوس. ايه؟ ما معيش فلوس. لما اقبض بقى ربنا يسهل. ماشي، على العموم انا قلت لك واتصرف. ماشي ان شاء الله. هروح بقى اكمل مذاكره البت عشان احنا عندنا امتحانات يلا. مين؟ انا ماجد ياما. انت فين؟ تعالى يا ماجد انا اهو. تعالى. طب مين مسقعه ولا ايه؟ قلت اعمل سنيك مسقعه اتغدى. خلاص اتغدى معاكي النهارده. اتغدى بحبها كمان، بدل ما التانية عماله تقول لي هات فلوس هات فلوس ونعمل اكل وخليها تيجي يا مراتك ما بتشبعش. هات. الشيخ لسه مستلماني دلوقتي، عايزه تجيب اللحمه وعايزه اجيب هدوم للعيال وعايزه اجيب مش عارفه ايه لنفسها ومسكاني. ليه في ايه؟ فينك وفين اللحمه وهدوم ايه؟ ما انت لسه جايبه على العيد الصغير. مش انا اللي جبت ياما، بقى امها اللي عطاها لها فلوس المره اللي فاتت وجابتها. ما علينا يعني، المهم العيال اتكاسوا. قلت لها الكلام ده، قلت لها المهم مش في هدوم عن معاهم. قالت لي لا الهدوم قصرت عليهم والهدوم مش عارفه عامله ازاي وعايزه هدوم ولحمه. ولحمه كمان. واللحمه بكام؟ بس دوت عيد لحمه يعني مش عيد لبس. جيب لها نص كيلو تمشي حالها بيها وخلاص. ايه؟ نص كيلو هيعمل ايه يا ابني؟ انت مش هتزق معايا يعني ياما ولا ايه؟ وازق ليه ولا انت تزق ليه؟ ما توديها عند امها زي كل مره. انا مش لاقي حاجه خلاص اعمل ايه؟ انا كل حاجه خلصتها. كل الحاجه خلصتها؟ اشبك معاها كده ولا اتحجج لها في البيت في اي حاجه. بقى انا عايز بقى العقل المدبر بتاعك ده يطلع لنا فكره جديده كده ما عملناش قبل كده. بس عايز حاجه بقى ايه تقعدها شهر شهرين سنه، بدل ما كل شويه تطلب مش حاجات. لدرجه سنه يعني يا ماجد. هتقضي العيد عند امها وتيجي زي ما انت كل مره كده. رمضان تقضي عند امها وتيجي العيد وتيجي، يعني زي كل موسم كده. ماشي، بس عايز مشكله حلوه المره دي، مش عايزه تفضل تتكلم معايا تاني كل شويه. خلاص هغضبها لك. بص هوديها لك هي والعيال عند امها. يا سلام، عملت معايا الواجب. اقعد اتغدى معاكي هنا بقى. اقعد معايا. ايوه جايبه لحمه انت ولا مش جايبه لحمه؟ بس بقول لك ايه، تقعد تجيب لي 2 كيلو لحمه احطهم في الثلاجه. ليه وانا اخلص منها؟ تجي انت ياما. لا يا كانت عايزه لها 4 5 كيلو، احنا 2 كيلو على قدينا انا وانت. هجيب لك نص كيلو برضك. بص الولد نص كيلو ورغيفين حواوشي. والجاي على نفسك ليه؟ حلوين عليه وش جبنه بيتزا. خلاص ماشي. بس هتقولي انا انام معاها ايه طيب؟ خلاص بقى سيبها على ربنا. انا هقول لك هنعمل ايه ونعم بالله كده. هقول لك هنعمل ايه. ماشي، هطلع اغير هدومي عشان رايح الشغل انا بقى. عايزه حاجه وانا جاي. خليك طبيعي معاها وما تتكلمش معاها في حاجه. ماشي اجيب لك. بقول لك خليها تنزل لي قول لها هو تكلمي امي تحت عايزاها تعمل لها حاجه. ماشي اجيب لك حاجه. لا مش عايزه. ماشي انا قلت كده برضه. بص الولد البخل اللي فيك ده مش هتبطله. مش عارفه. ماما السلام عليكم. ازيك يا عليكم السلام. ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ الحمد لله الحمد لله. خطوه عزيزه. ما قلتليش ليه يا ماما؟ كنت اعمل لك
ايه ده؟ لحمه روح حطيها الاول في التلاجة وبعدين لحمة تعالي. ايه يا ماما؟ حطيها بس في التلاجة الاول عشان انا من بدري عند الجزار. ربنا يصلحها لك يا بنتي يا رب. ايه يا غاده عامله ايه؟ الحمد لله. انت طيبه؟ ايه يا حبيبتي اللي انت جايباه دوت؟ حاجه بسيطه، رحت جبت لنفسي اللحمه قلت اما اجيب لغاده 2 كيلو. هو كل سنه كده يا ماما؟ معلش لا عامله حول ايه ولا قوه انت؟ ما انت لسه كنت يا ماما جايبه هدوم العيد للعيال وماله ورمضان عيال كنت قاعده بيتي معاكي. وماله عيال بيتي وماله لما اجيب لهم. ربنا بيرزقني بيرزقكم، ايه يعني في ايه؟ ربنا يخليك. ماجد عامل ايه معاكي وحماتك؟ اهو كويس يا ماما بس بخيل قوي. هو انت ايه يا غدا؟ هتعرفيه لسه اول مره، هو جديد عليكي؟ مش كل مره ماما كل ما اطلب منه حاجه يعمل كده معايا. معلش يمكن ظروفه ما معهوش. ما معهوش ايه ده مكنزهم قد كده بس خلاص. بيشيل الفلوس عند امه تحت. كنز النزهي، الكنز للنزهي. مال الكنز؟ خليه ايوه مال الكنز ده للنزهي، خليه يحوش. يا نورين يا حبايبي ايوه. حبايبي عاملين ايه؟ تعالي سامعة تيتا. عاملين ايه؟ عاملين ايه في المذاكرة؟ الحمد لله. ها بتروحوا المدرسة ولا ايه؟ ايه بتديهم سندوتشات ولا ما بتديهمش؟ ده مقعداهم من المدرسه ما ليه رضاش يديني كده؟ فلوس الباص. ليه؟ قال لي روحي انت روحي وتعالي انت وروحي وديهم وجيبيهم وانا تعبانه زي ما انت لا عارفة. ما يبقاش بخيل على العيال. لا 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 ده فظيع يا ماما. لا مش بينزل عند امه بياكل ويشرب عند امه تحت وبيسيبكوا ولا ايه؟ اهو ساعات كده وساعات كده. اهو ساعات كده وساعات كده يا ماما. ساعات لما يلاقيني مثلا مش عاطيني مصروف ويلاقيني عامله شويه فول بطماطم ولا حته جبنه قريش ولا حاجه ينزل يقعد عند امه طب وده يرضي وياكل طبعا. ربنا؟ طب ده يرضي ربنا؟ حرام. والولايه الكبيره دي المفروض يعني دول عيال ابنها، دول اطفال لسه بيتاسسوا. ده هي اللي مقوياه. حرام عليها، هيقعد لها في بنتها. هعمل ايه يا ماما بقى؟ يا حول الله يا ربي. معلش يا غاده معلش، استحملي. هتعملي ايه طيب؟ هعمل ايه عشان خاطر العيال؟ ما انت كل مره تقولي استحملي عشان خاطر العيال وانا بستحمل. معلش روحي يا قلوه يلا روحي ذاكري. يلا إيه ذاكروا ده؟ عشان تبقوا شاطرين عشان لما تنجحوا اجيب لكم حاجات حلوه. انا رحت السوق ورحت جبت اللحمه بتاعتي قبل الدنيا ما تزحم، بعد كده بقى الحاجه ما تبقاش حلوه. وبتغلى. قلت بقى قبل الوقفه بيومين كده ولا حاجه اروح اجيب الخضار. والله قلت له يا ماما قلت له وقعد لوالي وشه ونزل عند امه مش عارفه معلش بقى يا غادة يديني بقى. مين عليكم اللي هو السلام. وش بقى؟ فين؟ ازيك يا حماتي؟ ايه ماجد منورة عامل ايه؟ الدنيا. الله يخليك يا الناس ماجد. دي دي مخروج. فاضية يعني؟ لا يا اخويا مش كده فاضيه ولا كده؟ حاجه، جايبه لك لحمه. لحمة؟ اه ايوه كده اهو. اهو أعمل اهو إيه؟ مالكيش حاجة انت أهو، مالك جبت لك بخيل ليه؟ اللحمة بخيل أهو. ليه كده يا ماجد على العيال يا أنا ماجد؟ بخيل؟ يا ماجد. انا؟ اه انت عارفة عني كده؟ انت بخيل يا ماجد. يا حول ولا قوة الا بالله. ليه مش ايه عارفة ما انت مرة؟ على طول البت فول بطماطم وجبنه قريش، ده عيالك متاسسين انت عارفة الطماطم بكام دلوقتي؟ ايه الكيلو ب 30 جنيه بطماطم؟ و40 ولا انت جنيه. عشان امك بقى تحتيك بقى بتنزل انت بقى تملى تانك عند امك وسايب العيال من غير اكل؟ بصراحة امي اكلها جميل، هي ما بتعرفش تعمل اكل ازاي؟ اصلا. انا ما بعرفش. مين دي اللي ما بتعرفش؟ هي غير ما بتعرفش تعمل اما امها استاذه في الطبيخ بنتها هتطلع ايه؟ اساليه اخر مرة الفول عاملاها بايه؟ بالطماطم. اهو مش ساده. يعني جبت لها ايه ربع كيلو طماطم؟ نص كيلو. لا قالت لي طماطمتين كيلو 50 وجايب جنيه، ب 5 نص كيلو جنيه فول. 25 جنيه. هو في حد يعني بيتغدى فول بطماطم؟ بعمل لك ايه طبعا. معلش لو في يوم ماشي، يوم لو كده يوم الزحلق في الاسبوع مش مشكله، يوم نقول له متزحلق. ماشي. ده ايامه كلها متزحلقه. المهم امك جبت لك اللحمه، ما اسمهاش سيره اللحمه تاني كده خلاص. استنى ليه وانت ليه؟ اخويا؟ طب استنى بقول لك استني إيه؟ حبيبتي، معاك عيلين وانت ده انت لوحدك هتاكلهم. بركه فيك يا رب. ما تجيب لها 2 كيلو جنبهم يبقى 4 كيلو 4 لحمه. كيلو ليه؟ ليه يعني؟ حلوين مش 4 ايام. 4 ده انت كيلو اللحمه لما بتستوي بيبقى كده. يا حماتي لا ماجد فك كيسك، فك كيسك شويه على الواحد العيال. عايز يمشي على نظام الطيبات ويبقى كويس كده. طيبات ايه بس ولا طيبات ايه؟ الناس انت ماشيين على نظام الاشرار. اللي انت بتعمله ده نظام اشرار مش طيبات خالص. طب ايه مفيش انا كده؟ بنتي من ساعه 9 سنين وهي ماشيه على الطيبات. طب اهو بس اهي ما شاء الله زي البغله. ما شاء الله زي البغله عشان بتيجي تقعد عندي، ده تعالى هي ما عندي. بتكملش يومين عندك بغلة وبقيت بعيني تتكلم بقى. عندي. شفتي بقى انا بخاف عليها ازاي وعايزاها تبقى صحيه وتخس وتبقى كويسه، انت بتبوظي اصلا صحتها. هو صحتها؟ ايوه زيت وسمنه كوليسترول ودهون وحاجات. لا يا اخويا اخي بيتنا ما فيهوش الباق. صوموا تصحوا، الصيام فيه صحه. ماشي طب اللي بيصوم واخر اليوم بياكل اكله حلوه. لا مش شرط، بالعكس ده كده هبوظ اللي انت عملتيه. لا. لو اكلت كتير هبوظ اللي انت عملتيه. لا ده احنا ما الصيام ده عندناش. اللي احنا مخترعينه. لا انما الصيام ده المفروض ده انك صيام تصوم البخل. وتاكل اكل كده بسيط برضو تريح معدتك عشان تعرف تخس وتبقى نظام غذائي كويس، تبقى كده سمباتيك كده. ده بقى يا غدا عشان رايحه احط انا جبت الحاجه وحطيتها كده على الرف. ايه ما لسه بقى لا اروح احط حاجتي في الفريزر. لا تتغدي يا ماما تتغدي. لا يا حبيبتي لا يا اختي مش عايزه اتغدى. لا تتغدي انت جايبه لحمه؟ لا هقوم اعمل كيلو لحمه لا من لا اللي انت لا جايباهولي. لا انا ماشيه اتغدى ولا ما خلاص، نورتينا اتغداش؟ يا حماتي. الله ده انا جايبه نص كيلو كبده بلدي قلت اشويه.
اتغدى بيه، شايفه اتغدى بيه. خلاص روحي معاها بقى وتغدي معاها. مش هو سيبي اللحمه عشان العيد. يا نهاري، ده الله يكون في عونك يا بنتي. بص انا عندي احساس ان انت هتجيني، عندي احساس. زي كل سنه. انا ماشيه، انا ماشيه. لا معلش، يلا السلام عليكم. الله يخليك يا بنتي. حلويات بقى المره الجايه ان شاء الله. بتقوله دوت انت ايه اللي بتقوله دوت؟ بقول ايه مالك في ايه؟ ايه يا مجزعتك يا مش حالي؟ امك زي امي. ايه اللي امك زي امي؟ طيب في ايه؟ بقول لها تجيب حاجات مش كده ماجد، خف شويه، خف تعوم يا بابا. بقول لك ايه، امي كانت عايزاكي بنزلها. استنى هنا، هات عشان نعمل غدا. لما اجي من الشغل انا لسه نازل على الصبح يا ماجد العصر يا ماجد قرب يقدم، عايزين نتغدى، عايزين ناكل. هروح عند امك. مش عند امك أمك؟ جايبه لحمه، اعمل لك حته لحمه. حد لاقي؟ طب انا هشيلها للعيد ولا اعملها للعيال؟ روحي لامي عايزاك، انا بقول لك ما تنسيش مستناكي. عايزاني ليه امك كمان؟ بنزلها شوفيها. ماشي هروح عندها واتغدى، اشمعنى هو ياكل عندها؟ يلا يا نورين، يلا يا اروى. ايه يا ست غاده طالعه على ابوزك ليه كده وتعالى عايزك؟ في ايه اللي حصل؟ انت ايه ان شاء الله بقى اللي امك بتقوله ده؟ انت ايه اللي بينك وبين بنت خالتك؟ بنت خالتي؟ ده بنت حكايه خالتك قديمه دي، ايه اللي رجعها دلوقتي؟ يعني ايه حكايه؟ امك بتقول ان انت بتشافتك كذا مره وانت بتكلمها في التليفون وعماله تقول لي مش عارفه ماجد ايه وماجد ايه، هي مالها ديت؟ دي مجنونه دي ولا ايه؟ لا مش بنت خالتي. يعني ايه ان شاء الله؟ انت عارفه كانت خطيبتي قبل كده. كانت خطيبتك. وايه تاني؟ ايه تاني اشجيني؟ ايه اللي بينك وبينها؟ عادي كنا مخطوبين وما حصلش نصيب واتجوزتك. يعني ايه واتجوزتك؟ انت بتكلمها لحد دلوقتي؟ لا مفيش منه الكلام ده، امي كبيره وبتخرف، ما تركزيش بكلامها. امك قالت لي كذا مره يا ماجد ان انت بتكلمها وسمعتك وانت بتكلمها، والبنت كلامها مش مريح. ايه انت على طول مشاكل وعلى طول نكد وعلى طول خناق. انا اتخنقت وقرفت الصراحه من العيشه ديت بقى. وانا كمان اتخنقت. شيل ده من ده يرتاح ده عندها. روح عند امك كده وقضي العيد عندها وريحيني. انا مش كل عيد ولا كل مناسبه تعملي مشكله وتفضلي تصدعيني كده. انا بقى عايز اخد اجازه اريح فيها اعصابي. انا رايحه عند امي فعلا ومش هجيلك هنا تاني. انتوا عيله تسد النفس. يلا احسن يا نورين يا اروى. الحق اللحمه اللي تاخدها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ام عامله ايه؟ الحمد لله. لسه جاي من الشغل؟ لا النهارده اجازه برضه لسه، ان شاء الله هنزل بكره. كنت مع اصحابي. انت ايه هتفضل مقضيها كده مع صحابك؟ ما تروح بقى تجيب مراتك والعيال. الاجازه بقى الواحد لما صدق بصراحه كانت اجازه حلوه من غيرها، خليها عندها احسن. خلاص بقى يا ابني بقى، الموسم عدى على خير بقى، روح هاتها بقى هي والعيال، كفايه كده عشان تشوف طلباتك كمان، والشقه فوق تضرب تقلب. عندك حق، الشقه فوق تضرب تقلب بايظ. قعدت اصحابي يجوا عندي اليومين اللي فاتوا دول بوظوا الدنيا خالص. خلاص بقى يلا هاتها عشان تنضف الشقه دي. ماشي. مفيش حيل يا اخويا، لا اطلع ولا انزل. لا خليكي زي ما انت. خلاص انا اجيبها هي تشتغل وهي تنظف كل حاجه. ده مرتاحه اصلا. الاول امها كانت تتصل بيا اول ما تروح تقعد عندها يومين تفضل تتصل بيا، دي ولا حس ولا خبر. ما اتصلوش بيك تاني ولا حد عبر، ولا عيد ولا قبل عيد ولا بعد عيد. خلاص بقى روح شوف ايه الدنيا. صح كده؟ ايوه، وهات العيال وهاتهم. العيال وحشوني. انا اروح اجيبهم. وحشوني انا كمان بصراحه. عايز حاجه من تحت؟ لا برضه دايما مش عارف اقول لك ايه. انت كده مش هاخد الريح من البلاط. كلمني وبيقول لي جاي علشان ياخدني. ياخدك؟ ياخدني. مش كل مره بقى يا ماما يعمل عملته ويغضبني بالشهر وشهر ونص وبعد كده تعالي يا غاده، روحي يا غاده. ماشي خليه يجي، انا محضره له مفاجاه وانت حتى ما تعرفيش انا هقول له ايه. خليه سيبيه يجي، انا بقى هعمل لك كرامه يعني. بس انت بصي تسمعي كلامي. طبعا يا ماما. خلاص ما كنتش اسمع كلام كبير. ايه ده؟ اسمع كلام مين؟ احب تشوفي مين. طيب. اهلا وسهلا. عليكم السلام. ازيك يا حاج عبد؟ ازيك يا غاده؟ ازيك يا في ماما؟ مستحيل قاعده هنا ولا ازيك يا حماتي؟ يا ماجد عامل ايه؟ مدلعاها انت حماتي، مقعدها جنبك شهر ونص. مدلعاها. ما دلعهاش ليه؟ شهر ونص كده ينفع؟ لا مش بيتشي، ما دلعهاش ليه؟ سايباه بمزاجي ولا انت قلت لي روحي عند امك ما انت اللي بفقرك؟ بتزعلي على طول يا غاده. خلاص بقى حصل خير. ما انت اللي قبل كل موسم لازم تزعلني. خلاص كلمه حلوه كده ياما. حصل خير. مسامح كريم بقى يا بنتي بقى، والمصارين في البطن بتتعارك يا غاده. مش خلاص هنعلقه يعني على الكلمتين؟ يعني انت جاي دلوقتي عايز ترجع غاده؟ انت شايفه ايه؟ هي ليها حاجه غير بيتها؟ لا ماشي حاضر. امال من ايه؟ عينيا. طب يلا. بس طيب ماشي. ده انا نفسي يا ماما، نفسي كده زي كل المتجوزين اقعد كده اقضي موسم في بيتي. نفسي يا ربي اقضي العيد مثلا، اقضي رمضان يعني، وافرح وافرح زي بيتي. مامتك اللي مدلعاكي كل حاجه بتحصل تعالي لي ومالكيش دعوه. مشيش لا انت اللي يا غاده اللي ما بتحديش السر. لا انتوا اللي هتقولوا مغضبين بيتي. كل ما اتكلم معاك كلمتين انا رايحه لامي. حاج عبير، ما البيوت كلها فيها وفيها. لا المفروض انت تبقي بدالي هناك. يعني انت ما تهدي الامور، انما انت بتسيبي بنتي تمشي
وبتجيب لي العيال وبتسيبي بنتي تمشي، ده ما يرضيش ربنا. طبعا انت مدلعاه على لا مش مدلعاها، مش مدلعاها. ابنك مجوع بنتي اساسا. نعم. مجوع بنتي. لا بقول لك ايه، لا. ما تجيش بقى. بقول لك ايه يا حاج عبير؟ ماما يما لا اله الا الله. خلاص يما كده عايزين نهدي الموضوع ماشي، انت كده. عايز تاخد حصل غدا؟ خير. انت عايز حصل تاخد خير. طيب ماشي. بص انا كاتبه لك المصاريف دي في الورقه مصاريف؟ دي. شوف المصاريف دي، مصاريف ايه؟ شوفها واقراها. ادفع لي المصاريف دي وبنتي تروح بيتك. ايه 50,000 جنيه؟ 50,000 جنيه؟ ليه كانت هقول لك كانت جبت خروف؟ لا مش على اكلت بقى ولا شربت، ما انا هجيب لك بقى من 9 سنين. 9 سنين انا بنتي ما قعدتش في بيتك، ما كملتش كام شهر على بعض، على طول شويه غضبانه. 9 سنين. اول ولاده انا اللي مولداها، تاني ولاده انا اللي مولداها، وتيجي تاخدها هقول ماشي مش مشكله عشان خاطر بنتي، وبساعد معاك وبساعد واقول مش مشكله وبروح بيتي معاك. حتى هدوم العيال كاتباها. انت حاطه فوايد كمان دي ولا ايه؟ لا انا كل حاجه جايباها لك، انا كل حاجه بجيبها لبنتي. طيب حتى هدوم العيد. ليه وانا مش هتشهر الراجل؟ اديك قلت ايه؟ وفيها ايه؟ ولا الاهالي كلها بتعمل كده؟ ثانيه واحده حماتي اديك قلت ايه؟ بنتي. يعني لما انزل اروح اكل عند امي عامله مسقعه ولا عامله اكله حلوه هتقول لي هات لي حق الاكل اللي والله انا امك اكلته؟ وانت راجل. طيب انما انا هتشهر راجل. طب ما هي برضو بنتك يعني. لا هي بتجيب لي عيالك، بتجيب لي هدوم لعيالك. هدوم العيد هي بقى لها 9 سنين ماما اللي بتكسي عيالي. انا ما قلتلهاش ان هي هم عيالك. ما انت ما بتجيبش، ما انت بتغضبني اصلا. انت اللي بتغضبي لوحدك وبتمشي. لا انت اللي بتفتح كل لا مشكله. لا لا استني لكن انت مش شغال، انما انت بتشتغل وبتكنز الفلوس. انت بخيل. ما تقوليش كده بس. لا انت بخيل. اعمل ايه؟ طب عشان عيالي في الاخر ومستقبلهم بعمل مستقبلهم وتجوعها لي. تعمل مستقبلهم ايه؟ العيال يطلعوا مرضانين وتعبانين، مفيش غذاء. انا اخر كوبايه قهوه بقعد على القهوه اشرب كوبايه قهوه، غير كده ما بجيبش حاجه لنفسي. مفيش غذاء للعيال. اخر الكلام يا ماجد، انت هتدفع الفلوس اللي في الورقه دي ولا مش هتدفعها؟ فلوس ايه؟ هو انا مأجر اقول لك كلام خلاص سيبيه. يعني انت يا حاجه يبقى ايه حد تاخدي حق اللقمه اللي بتاكليها لا مش لقمه، انا مش لقمه، انا مصاريف بصرفها. ولاده انا مش من حقي ان انا اصرف على بنتي واوديها مستشفيات ودكاتره واولدها. كسوه مش من حقي ان انا اكسي عيال بنتي. طب وفي ايه مش لما يعني مع بنتك؟ محتاج. انت ابنك مش محتاج. انا ما بعملهوش زي اي حما بتعامل جوز بنتها، انا بعامله كابني بس هو بخيل. شفت امك زغطت على حياتها ازاي؟ لا ما زغطتش على حياتي. عايزه تاكل حق العيال والحاجات اللي جابتها للعيال، عايز تاخد فلوسها. بص يا ماجد انت مش هتدفع. تقولوا عليا بخيل. لا مش دافع طبعا. مش هتدفع. 50,000 خلاص جنيه. ماشي. ليه يعني؟ بيني وبينك بقى المحاكم بقى. انا بنتي مش هتروح. بنتي مش هتروح كده يا ابني. هناخد النفقه بتاعتها واخد مؤخر واخد متعه وحضانه شقه وكل حاجه اخدها. ومين قال لك ان انا هطلق؟ ايه؟ مين قال لك ان انا هطلق؟ هخليك ارفع عليك خلع ان انت مش عايز تعمل لنا بقى حاجه، مش عايز تعمل لك حاجه. انا اضمن بنتي جنبي، بحط بنتي جنبي. هتستنى بنتي هتودي بنتي فين تاني؟ 9 سنين بنتي مش عايشه مرتاحه زي اي بنت عايشه في بيتها. لا عارفه تعيش في بيتها زي اي واحده في عيد وتفرش بيتها وتقعد بعيالها بجوزها. الا انت انت حاجه عماله تقومي صراحه. انا اقومه في ايه؟ لا وبعدين يا حاجه انت رايحه تقولي لها وبعدين انت بتقولي لها بنختي يا حاجه اسمعيني، الفلوس اللي انت بتقولي بيحط القش على القرش بيحطها في الاخر هترجع لمينها ولبنتك والعيال. وبعدين هو ده ما يرجع يبقى ايه؟ ما روحوا تطلع عند ربنا ولا ايه؟ امال ايه؟ لا ده انتوا العيال جايين ما هفتانين. ده انا بحط للعيال الاكل لكن العيال ما شافوش اكل يا حاج عبير. هو في ايه؟ دول عيال ابنك. لا بقول لك ايه يا ابني، دي كده فضايح واللي اتقدر. لا مش فضايح. لا انت جبت اخرها فلوس مش دافع. طالما مش هطلق ورينا وانتوا ان شاء الله ما دفعت يا راجل يا بخيل. ده انتوا علم ايه نتنا. حبني على اللقمه كده عندكم. لا انتوا اللي فتحتوا نفسكم بنفسكم. روحي يا شيخه حسب الله ونعم الوكيل فيكم عشان انتوا مش متقين ربكم في ربنا في بنات الناس. وراحه تعالي كده قبل ما تمشي اقعدي استنى وتقولي لها بنت اختك مين دي؟ انا بنت قمره. بنت اختك مين دي؟ خلي بقى انت عشان معناه قمره قاعده جنبي. تقعدي يا حبيبتي جنبي وهجوزه من العين ده زاد ومن العين دي ميه يا ماما. يلا ياما سيبك منهم. يا شيخه روحي يا شيخه بلا ستها روحي اديني بنت اختك اللي قاعده معنازه روحي. لا ده علم بخيله. لا اوعي بصي ده تخلعيه. ده هيطلقني يا ماما ويتجوزوا بنت خالته. لا يا حبيبتي ما تخافيش، ده بخيل، ده ما بيهونش عليه. هو ده برضه هيروح يرجع محاميين ودنيا ويتجوز تاني وهي بنت خالته هتقدر تخش على حاجتك؟ لا يا حبيبتي
ده جواز جديد. ده اللي كان مستنيه كريم عبد العزيز، دي هوبه في دماغها يا بنت. ده هي تلاقيها كان لما كانت مخطوبه له كان بخيل عشان كده سابته يا هبله. ايوه انت اللي وقعتي فيه. يلا نصيب بقى. لا نصيب. ما ترجعيش تاني. ما انا مش هرجع غير لما اجيب ال50,000 جنيه. كل قرش انت دفعتيه علينا. بصي يا غدا، انا كل حاجه فداكي وتحت رجلك انت وعيالك. انا لا عايزه 50 ولا عايزه 100، انا كده بس عشان اادبه. ده تأديب ليه، صح. عشان يحس بيكي. هو يا بنتي ده العيال عيالك بيحطوا لهم الاكل عيالها في تامه خالص. ده مش عارفين، ده البت مش عارفه البزله من الملوخيه، مش عارفين، ما بطبخلهمش. وستهم دي ست جشعه قوي. دي ست جشعه يا رب عليها. لا يا حبيبتي انت اقعدي جنبي هنا وتاكلي لقمه وترمي 10. هو انا يا جماعه دلوقتي بص هو بخيل ومدوخها وعلى طول رميها عندي، وانا بكسي عيالها بجيب لهم لبس العيد، ده انا ولحمه اجيبها لها وفراخ بجيب لها وكل حاجه بجيب لبنتي وبروح اديها. هو لو محتاج هقول ده محتاج، اساعد جوز بنتي ان هو محتاج، ان هو ما شاء الله مش محتاج وبيشتغل ومعاه فلوس، بس بخيل. هو بيستغلها. بيستغل ماما. هو مستغلني وانا الاستغلال وحش. انا بديها كل حاجه، انا مش مستخسره فيها اي حاجه. فاللي انا عملته معاه ده صح ولا غلط؟ انا عايزه بقى الراي للجمهور.